ننتقل للفرصة الثالثة، واذا بتقول لي ما بقدر افوز فيها الفرصة الثالثة يعني شفت خابي لما بقول لك هيك يعني تفضل حبيبي، يعني تفضل، يعني تفضل، يعني تفضل، يعني ما عندك حجة، ما عندك حجة. تقدر تجمع النقاط، وهذه النقاط تستبدلها باكواد جواهر واكواد سكنات فري فاير. كل الاكواد اللي بتتمناها. حب ما عجبتك الاكواد، حقك والله حقك. وصلنا لاعلى المستويات، اطراد اسمك للمامات، اطراد اسمك للمامات، فاتحنا 3 قنوات ومشينا في طريقنا. موضوع صديقي، شوف اشرح لك بكل بساطة. مع علي عمر لديك 3 فرص للفوز. طيب، الفرصة الأولى بعمل لوكي دراو. اللوكي دراو هذا كل ساعة ساعتين بيكون في لوكي دراو، بيكون في 10 أو 15 فائز بأكواد جواهر تبع 100 جوهرة. جميل، جميل جدا، جميل جدا جدا. هذا اللوكي دراو بيكون فيه مهمة. المهمة بتكون صعبة شوي، يعني مش الكل بيقدر يعمل هذه المهمة. يعني مثلا خلينا نقول 500 شخص بيشاهدونا على البث. من هدول ال 500 شخص يمكن في 100 او 70 او 80 شخص بيقدروا ينفذوا هذه المهمة كاملة ويدخلوا بالسحب. والسحب عبارة عن 15 فائز. فانت نسبة فوزك يا صديقي عالية جدا، لانه انت واحد من بين يعني 15 بوكس، هم في 15 فائز، وفي بس 80 شخص ولا 90 شخص اللي مخلصين المهمة تبع اللوكي دراو، انت واحد منهم. فانت فرصة الفوز عندك عالية. بعرف والله بعرف الجواب اللي راح تقول لي اياه بعرفه. راح تقول لي انا حظي زبالة لو انا بشارك لحالي واسمي لحالي باللوكي دراو وبخلص المهمة وبعمل كل اشي، لا تروفو تتصل فيك تقول لك علي عمر اطفي اللوكي دراو وعقدك خلص بالبت وما راح افوز. والله بعرف تفكير. مش بعرف لانه انت راح تكذب علي، لا، لانه انا حظي زبالة. فهمت علي كيف؟ فانا بقدر ظروفك وبعرف انه انت ممكن يكون حظك زبالة مثلي. انا زمان يا صديقي صرفت 35 الف جوهرة على الايكيا عشان تطلع لي دائمة، وبعد ما طلعت لي دائمة باسبوع قرينا نزلتها بحدث تسجيل دخول احصل عليها مجانا. ما علينا، هذاك قصة تانية. بعرف انه ممكن يكون حظك زبالة وما تفوز باللوكي دراو. ننتقل للفرصة الثانية للفوز بجواهر واكواد، وهي انك تشارك بالرومات اللي هي يا صديقي، تخيل امبارح واول امبارح واللي قبله واللي قبله كل يوم بث مباشر 7-8 ساعات. بالله البث المباشر يا شاد احكوا لي شو بيكون عبارة عن ايش؟ كله رومات، كله رومات من بداية البث لنهاية البث. رومات عبارة عن ناس بتدخل روم بتلعب بتفوز، ناس بتدخل روم بتلعب بتفوز، ناس بتلعب. انا صرتها ولا فبتقدر تشارك بالرومات وتفوز. ولكن بعرف يا صديقي، بعرف شو راح تقول لي الان. راح تقول لي علي عمر انا ما بلحق اشارك بالرومات. حقك والله انه حقك، والله انه معك الحق يا سيدي. انا ببصم لك بالعشر، معك الحق. الرومات بدها ناس سريعة وعندها خفة ايد وعشان تدخل فيها. فانت يمكن يكون ظروفك صعبة شوي، ما تقدر، او الانترنت ما بيساعدك انك انت تدخل الروم بسرعة. فحقك، انا مصدقك ومعاك لاخر الطريق. ننتقل للفرصة الثالثة، واذا بتقول لي ما بقدر افوز فيها الفرصة الثالثة ما بدي اغلط على البت، اجيب العيد لانه العيد كان من شهرين. الفرصة الثالثة يا صديقي هي انك تشاهد البت تجمع نقاط. بالله في اسهل من هيك؟ بالله في اسهل من يا اخي؟ انا بفتح البت بدي اروح انام، بفتح البت بخلي البت شغال وبروح بنام، بخلي البت شغال وبروح بنام. بدي اروح التواليت بخلي البت شغال بروح التواليت. عندي دراسة بفتح البت بنقص الصوت بخليه شغال، برمي البت فوق الخزانة تبع الملابس ولا برميه في هذا وبدرس ولا كأنه هاتفي موجود شغال وبيلم لي في نقاط. يعني شفت خابي لما بقول لك هيك يعني تفضل حبيبي، يعني تفضل، يعني تفضل، يعني تفضل، يعني ما عندك حجة، ما عندك حجة. تقدر تجمع النقاط، وهذه النقاط تستبدلها باكواد جواهر واكواد سكنات فري فاير. كل الاكواد اللي بتتمناها. حب ما عجبتك الاكواد، حقك والله حقك. انت شخص ضليت تشاهد 4 بثوث عشان تجمع النقاط حق الكود وما عجبتك الاكواد. ايزي، تستنى الشهر اللي بعده. الاكواد نفسها تبع هذا الشهر رح تقدر تستبدلها باكواد الشهر اللي بعده.
ما عجبتك اكواد الشهر اللي بعده كمان ايزي. تقدر تاخذ حساب فيه جميع الاكواد. يعني يا صديقي شو بدك احلى من هيك؟ شو بدك احلى من هيك يا صديقي؟ شو بدك احلى من هيك؟ عندك لوكي دراو، عندك رومات وفعاليات، وعندك تجمع نقاط وتستبدلهم باكواد جوهر واكواد سكنات. ولكن يا قلبي تيجي تكتب لي اشحال لي، والله يا صديقي انه انا كل يوم بتجيني اكثر من 20 30 الف رساله عباره عن اشحال لي. لو شحنت لهدول الاشخاص كل واحد فقط 100 جوهره، ال 100 جوهره تعني $1، فانا راح احتاج 30 الف دولار يوميا عشان اشحن لهم. 30 الف دولار يوميا يعني في ال10 ايام 300 الف دولار، يعني في الشهر $1,000,000 يا صديقي، وانا ما بطلع ملايين عشان اشحن لهدول الاشخاص كلهم. فسكر على الموضوع وخلينا ندخل باول فعاليه، واللي هي راح تكون فعاليه هوصل لك حتى لو عارف اني ممكن اموت. فاللي بيعرف فعاليه هوصل لك حتى لو عارف اني ممكن اموت يجهز حاله، كلمه السر راح تكون 75.